السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركة ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم اكلة بسيطة جدا وما بتاخدش وقت خالص نهائي. اكلة السمك، وسمك بلطي ما فيهوش اي افتكاسة ولا اي شغل. ورز صيادية هعمله لكم بطريقة سهلة، انا عملته لكم قبل كده بطريقة والنهاردة بطريقة برضو. خلاص، وشوية سلطة بلدي بقى كده جنب السمك. وتعالوا نشوف المقادير هنعمل ايه. انا معايا هنا 5 سمكات. انا بجيب بعددنا السمك بصراحة. غسلاه ومنضفاه كويس جدا. معايا هنا كوباية من الدقيق لان على قد السمك يا دوب. حطيت عليها معلقة من النشا، وحطيت عليها رشة من الكركم. خلاص، النشا بتخلي السمكة مقرمشة شوية من بره. تمام. ولو عايزين السمكه من بره تبقى عامله زي كنتاكي كده مقرمشه او مخربشه، ممكن تجيبوا شويه ميه وبعد ما تبدروها بالدقيق تقوموا رشين عليها، تقوموا حاطينها في الميه وترجعوا تحطوها في الدقيق. لكن انا مش هعمل كده، انا هحط في الدقيق على طول. هنا دي الخلطه دي انا بعملها وبحطها عندي في التلاجة، عباره عن ثوم، فلفل اخضر، كمون وملح وليمون، عصير ليمون. بكتر عصير الليمون. خلاص. وبحطها في الفريزر في التلاجة او في التلاجة. هنا بقى باخد منها وبتبل السمكة من جوه ومن بره كده. السمكة يا جماعة انا بغسلها بدعكها قوي بالملح وبالليمون، وبسيبها شوية من غير مية. بدعكها بالملح والليمون بعد ما اشطفها. واسيبها شوية بالملح والليمون، وبعد كده اشطفها شطفة حلوة، واسيبها تصفي في مصفى من المية بتاعتها، فبتبقى مفيش ريحة زفارة وبتبقى بيضة من جوه زي ما انتم شايفين كده. جميلة جدا جدا جدا. بص انا عاملة فتحات في السمكة علشان التتبيلة تخش في الفتحات دي. خلاص، شايفين كده انا خلصت الكمية. يلا بينا بقى علشان ايه نبدر الخلطة اللي بتتفضل دي يا جماعة. انا بحط لو خلطة كتير بحطها في الفريزر بتاع التلاجة، مش كتير ممكن احط منها حتة على الرز وانا بعمله. هجيب بقى الدقيق وهمسك السمك بقى وابدره زي ما احنا شايفين كده. هبدره واركنه على جنب اهو. انا بحب ابدره مره واحده بس، ما بحبش اعمله وارجع احطه شويه وارجع ابدره تاني، لا، عشان ما تبقاش طبقه دقيق تخينه يعني، تبقى السميكه كده احسن. شايفين؟ هنا بقى انا بخلص الكميه مره واحده وابتدي اقلي على طول. خلاص. هنا بقى نشيل الدقيق. بصوا السمكه، المنظر ما شاء الله. احط بقى الزيت على النار واسيبه يسخن. هبص كده كويس قوي كده. بقى هحط السمك على طول. انا عملت ايه بقى في السمك عشان الدقيق ما ينزلش في الميه في الزيت؟ برشه، عامله بخاخ ميه، ببخ عليه ميه كده عشان الدقيق يلزق فيه، زي ما بعمل في البانيه بالظبط. اظن قبل كده وريتكم طريقه عمل البانيه، وازاي ان الطبقه الخارجيه اللي عليه دي ما بتنزلش خالص في الزيت ولا بتفصل من البانيه. شايفين المنظر؟ الله. ولا تشموا ريحه زفاره ولا اي حاجه، ولا اكنكم عاملين سمك في البيت. على ما السمك يتقلي هعمل بقى انا ايه؟ الرز الصياديه. انا باخد شويه من زيت السمك. الناس هتستغرب، بس انا الزيت انا باخد من الزيت وانا بقلي، لان بيدي طعم حلو قوي في الرز. طبعا انا كنت مخزنه البصل. بطلع اسهل حاجه يا جماعه، تخزنوا البصل، طماطم، الحاجات دي. مخزنه البصله، فانا هسيبها لحد ما تحمر وتبقى لونها بني غامق شويه. شايفين المنظر؟ شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ اهي. شايفين؟ ولا احط السكر، قله السكر يقعد يتكرمل ويبقى لونه بني ويتحرق مننا ويبقى مشكله. هنا حطيت معلقه من معجون صلصه الطماطم. وطبعا عايزين تحطوا ورق لورا، عايزين تحطوا قرفه، قرنفل، حبهان، حطوا براحتكم. هنا طبعا انا كنت مكرمله بقى معلقه سكر خارجيه كده، معلقه سكر عليها معلقه صغيره من الميه.
وبسيبها تتكرمل زي ما انتوا شفتوا ما تتحرقش، واحطها على الخلط، وانزل بقى بالميه او بالشوربة السي فود لو فيه ميه عاديه مش مشكله، فيه ميه سخنه ميه بارده براحتكم خالص. كده كده انا هسيب الميه تغلي، حطوها بارده سخنه هتسيبوها تغلي. شايفين لون الصوص؟ شايفين لون الشوربه بتاع السمك؟ الله، جميله جميله جدا جدا. بحط رشه الملح، حطيت رشه كمان من الكمون، ممكن تحطوا حته من الخلطه اللي احنا عاملينها كنا بنتبل بيها السمك، ممكن. مش عايزين تحطوا بلاش خالص، مفيش مشكله. هسيب بقى، هغطيها واسيبها تغلي. طبعا انا بدوقها بشوفها، طعمها يا جماعه بيبقى طعمها حلو جدا جدا جدا. خلاص سيبها بقى تغلي. وسلام لو عندك شوربه سمك بقى او شوربه جمبري. ازاي الجمبري لما بكون بعوزه وبقليه بشيل القشر بتاعه يا جماعه، بغسله وبشيله في الفريزر وبطلعه اغليه واخد منه واعمله شوربه. واحيانا بحطه في الفرن ينشف واطحنه واستعمله برضو كبودره في الايه في الاكل. هنا بقى كنت غسلت الرز وصفيته وحطيته زي ما احنا شايفين. قلب بقى كده، حاسه ان هو ايه محتاج كمان شويه ميه مغليه، لانه الرز بتاع الصياديه عشان فيه طماطم، صلصه طماطم بصل وكده، يحتاج شوربه ازيد شويه من الرز العادي. اهي حبه صغيرين كمان كده، تمام قوي قوي قوي. عايزين تحطوا بقى شويه زبيب بقى، حطوا شويه زبيب، يا بقى مش عايزه اقول لكم على الطعم وجماله. هنا طبعا السلطه، هعمل سلطه بلدي. طبعا انا كنت مفكره ان انا بصور، لكن انا خرطت الطماطم والبصل وانا ما كنتش بصور ساعتها. لما اكتشفت اني بصورش ابتديت اصور وانا بخرط لكم الخيار. طبعا انتوا عارفين السلطه، انتوا شطار وعارفين السلطه بتتعمل ازاي. هنا الخيار انا بقطعه شرايح بالطول وبعدين اخرطه خرط كده مره واحده. ادي الطماطم والبصل تحتها اهوت متقطع جوانح، مش مفروم، متقطع جوانح. وادي البصله الخيار جوانح، وادي الخضره بقطعها صغير جدا. اللي عايز يحط بقدونس، اللي عايز يحط كزبره شبت براحتكم خالص. انا بحب احط الكزبره، انا بحب طعم الكزبره جدا، تمام قوي كده. كل ما تبقى الخضره كتير في السلطه بتبقى حلوه قوي. هنا الجزره انا بشرتها بالمبشره وهنزل بيها زي ما احنا شايفين. ممكن برضو من الخلطة بتاعة السمك ممكن احط منها على السلطة دي، لان الخلطة عليها توم وفيها فلفل وفيها ليمون كتير. شايفين الرز بقى؟ انا مش عايزة اقول لكم الريحة بتاعة الرز جميلة جدا. اللي عايز يحط على وش الرز شوية من المكسرات يحط، يحمص المكسرات ويرشها عليها، لكن انا الولاد احيانا ما بيحبوش ياكلوه مع السمك. خلاص الرز مفلفل قوي يا جماعه وطعمه خطير. جربوا الوصفه وقولوا لي ان شاء الله. عايزاكم اللي مشتركش معايا في القناه يشترك وفعلوا الجرس يوصل لكم مني كل جديد. وان شاء الله اي سؤال او اي استفسار اكتبوه لي في التعليقات، او اي وجبه او اي اكله نفسكم ان انا اعملها ممكن تكتبوها لي في التعليقات وانا اعملها لكم باذن الله تعالى. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.